تدور أحداث القصة حول الصياد سمك بسيط يدعى أوريك. كل يوم كما هو الحال دائما يخرج بقاربه الصغير إلى عرض البحر ليصطاد السمك ويكسب رزقه. بالنسبة له إنه مجرد يوم عادي آخر على ولكن في ذلك اليوم يبدأ شيء غريب للغاية في الحدوث. على الرغم من أن الطقس كان صافيا تماما، إلا أنه في غضون دقائق قليلة انتشر فجأة ضباب كثيف تنخفض الرؤية إلى لا شيء تقريبا، وسرعان ما يدرك أوريك أنه فقد اتجاهه. أثناء محاولته معرفة مكانه يلاحظ أوريك فجأة شيئا غير عادي يطفو على بعد مسافة. سفينة قديمة مهجورة قديمة المظهر. شعر بالفضول والقلق قليلا، وحرك قاربه ببطء ليقترب منه ويربطه إلى جانب السفينة الغامضة، واعتقادا منه أن شخصا ما لا يزال بالداخل قرر الصعود على متن الطائرة والتحقق من ذلك. ولكن في اللحظة التي يدخل فيها إلى السفينة يسري شعور تقشعر له الوعاء بأكمله فارغ تماما. لا توجد أصوات ولا خطوات ولا حركة على مجرد صمت غريب يبدو غير طبيعي تقريبا. أغرب ما في الأمر أن كل شيء في السفينة يبدو طبيعيا تماما. لا يزال الطعام على الطاولات والأطباق نظيفة. الملابس موضوعة بعناية في أماكنها. يبدو في العديد من الأماكن كما لو أن شخصا ما كان هناك منذ بضع دقائق فقط. ولكن الآن لا يوجد أحد هنا. يحاول أوريك أن يظل هادئا ويحاول تشغيل محرك السفينة، لكنه يرفض الاستجابة. والآن بدأ يشعر بعدم الارتياح. إن العثور على سفينة ضخمة فارغة في وسط المحيط أمر مزعج بما فيه الكفاية. يمسك بمنظار ويمسح البحر المحيط، آملا أن يرى قاربا آخر أو علامة على لكن الضباب كثيف جدا بحيث لا يمكن رؤية أي شيء. لم يكن أمام أوريك أي خيار آخر، فتوجه إلى غرفة التحكم وحاول استخدام الراديو لطلب المساعدة. يرسل رسالة يشرح فيها أنه تقطعت به السبل على متن سفينة في وسط المحيط، ويطلب من أي شخص يستمع إليه الرد. بعد إرسال الرسالة يعود أوريك إلى سطح السفينة حتى يتمكن من العودة إلى قاربه، ولكن في اللحظة التي ينظر فيها إلى الأسفل يشحب وجهه. اختفى قارب الصيد الصغير الخاص به. قبل دقائق فقط كان مربوطا بإحكام بالسفينة، لكنه الآن اختفى تماما. والأغرب من ذلك أن الضباب الكثيف الذي كان يحيط بالسفينة قبل لحظات قد اختفى فجأة، وأصبحت السماء الآن صافية. لقد انتصف النهار بالفعل. لا يستطيع أوريك فهم ما حدث للتو، وباستخدام خرائط الملاحة يحاول معرفة مكانه بالضبط. ولكن هناك شيء واحد يتضح بسرعة كبيرة: بدون إصلاح المحرك سيكون الهروب من هذا المكان مستحيلا. يبدأ أوريك في البحث في السفينة عن الأدوات. بعد ساعات من العمل تمكن أخيرا من إصلاح المحرك، ووجد للحظة أنه يشعر براحة كبيرة. ولكن المشاكل لم تنتهي بعد. يحاول الاتصال بشخص ما عبر الراديو مرة أخرى، ولكن مرة أخرى لا يأتي أي رد. عاد أوريك مرهقا إلى سطح السفينة، وفجأة أدرك أنه يحتاج إلى استخدام الحمام، وبما أنه لا يوجد أحد حوله قرر ببساطة الوقوف بالقرب من حافة السفينة. ولكن بينما كان ينحني من فوق الدرابزين دفعه شيء ما فجأة بقوة، وببطء وبجهد كبير يصعد ببطء على متن السفينة مرة أخرى. يتجه أوريك وهو يرتجف ولكنه على قيد الحياة نحو الحمام، ولكن فجأة يغلق الباب فجأة خلفه. في البداية افترض أن الرياح هي التي فعلت ذلك، ومع ذلك عندما حاول فتح الباب مرة أخرى أدرك شيئا مرعبا: الباب مغلق من الخارج. يصبح تنفس أوريك ثقيلا. يبدأ الذعر في الظهور. حاول كل شيء لفتح الباب، حتى أنه حاول استخدام عملة معدنية من جيبه لفتح القفل بالقوة. لا شيء يعمل، وهو الآن متأكد تماما أنه ليس وحيدا على متن هذه السفينة. شيء ما أو شخص ما هنا معه، وعلى الرغم من أنه لا يستطيع رؤيتها إلا أنه يشعر بوجودها وهي تراقبه، كما لو أن قوة خفية تتلاعب به عن عمد. يصرخ أوريك يائسا بصوت عال متوسلا من كان هناك لفتح الباب، لكن السفينة لا تجيبه بالشيء سوى الصمت. ما يراه هناك يرسل قشعريرة في عموده الفقري، بقع الدم. يمسك بمقص ويحاول فتح باب آخر بالقوة. فجأة تبدأ السفينة بأكملها في الاهتزاز بعنف. يبدو الأمر كما لو أن شيئا هائلا على وشك الحدوث. يركض أوريك إلى الطابق العلوي وينظر من النافذة، وما يراه يجمده في مكانه. سفينة شحن عملاقة تتجه مباشرة نحوه. بهذه السرعة توشك سفينتان على التصادم. يدرك أوريك بسرعة أنه إذا حدث الاصطدام فلن ينجو. يحاول يائسا لفت انتباه السفينة الأخرى. يخلع قميصه ويلوح به بعنف في الهواء، لكن سفينة الشحن الضخمة لا تلاحظه أبدا. الآن لديه خيار واحد فقط: أوقف السفينة بطريقة ما. وفجأة يلاحظ أوريك وجود حبل طويل معلق بالقرب من النافذة. تتشكل في ذهنه فكرة محفوفة بالمخاطر. يربط الحبل ويلقي به في الماء على أمل أن يبطئ ذلك من سرعة السفينة، ولكن بدلا من ذلك يصبح الوضع أكثر صعوبة. يعلق الحبل في شفرات محرك السفينة ويتم سحبه بعنف إلى الداخل، ويلتف بإحكام حول عنق أوريك.
تبدأ القوة المفاجئة في خنقه. يتوقف تنفسه عندما يضيق الحبل حول حلقه. في الثواني الأخيرة تمكن أوريكي من الإمساك بأداة وقطع الحبل في الوقت المناسب، وسقط على سطح السفينة وهو يلهث. تتحول رقبته إلى اللون الأحمر بالكامل من الضغط. كان على بعد ثوان فقط من الموت، لكن الخطر لم ينتهي، لأنه في تلك اللحظة بالضبط تصطدم سفينة الشحن في النهاية بالسفينة مباشرة. التأثير مدمر. تهتز السفينة بأكملها بعنف. عندما استعاد أوريكا وعيه أخيرا في وقت لاحق، وجد نفسه مرة أخرى، ولكن هذه المرة هناك شيء أكثر رعبا. تمتلئ الغرفة بالماء، لكن الجزء الأكثر إثارة للقلق هو هذا: المياه ليست مالحة مثل مياه المحيط، إنه جديد وواضح، كما لو أن هناك من يحاول كسره عمدا. ينهار إيريك أخيرا منهكا عقليا وجائعا ومرعوبا، ويبدأ في التوسل بصوت أيا كانت: دعني أرحل من فضلك. ولكن مرة أخرى لا تستجيب السفينة إلا بالصمت. يحاول أوريك المنهك واليائس تماما البقاء على قيد الحياة داخل الحمام المغمور بالمياه. يبدأ الجوع والعطش في إضعافه، ومع عدم وجود خيار آخر يشرب الماء القليل المتبقي من الحمام، لكن ذلك لا يدوم طويلا. وسرعان ما تختفي المياه. عندما يحاول الشرب من الحوض يتغير الطعم فجأة. الآن طعمه مالح. عندها أدرك أوريك شيئا مرعبا. بدأت مياه البحر تتسرب إلى داخل الإسج، وهو ما يعني أن السفينة تغرق ببطء. ينتشر الذعر في عقله: إذا غرقت السفينة وهو محبوس بداخلها فسيغرق معها. يحاول مرارا وتكرارا فتح الباب، لكنه يظل مغلقا، كما لو أن هناك قوة خفية تحاصره عمدا. مع اقتراب الليل يستمر منسوب المياه في الارتفاع، وفي النهاية يفقد أوريكا وعيه وهو منهك ويائس. خلال الليل تضرب عاصفة عنيفة المحيط أثناء الليل. تهز الأمواج العاتية السفينة، فتقذف أوريكي بعنف داخل الغرفة الصغيرة وتتركه مصابا بعدة إصابات جديدة. عندما حل الصباح واستيقظ أوريك كان الماء قد وصل إلى وجهه تقريبا، فقط بضع بوصات أخرى وسيغرق. ولكن فجأة يسمع شيئا غريبا: صوت نقر خفيف، نفس الصوت الغامض الذي سمعه من قبل. ببطء يدير مقبض الباب ببطء. هذه المرة فتح الباب يؤدي ضغط الماء خلفه إلى فتح الباب بالكامل، ويدفع الاندفاع القوي للماء أوريك إلى خارج الغرفة، مما يمنحه فرصة للهروب. تمكن من الصعود إلى السطح العلوي وهو يلهث للحصول على الهواء، حيث يمكنه أخيرا التنفس مرة أخرى. والآن أصبح أوريك مقتنعا تماما بأن هناك خطأ ما في هذه السفينة. يبدو أن قوة خفية وخبيثة تتحكم في كل شيء من حوله، جسديا وعقليا. إنه محطم تماما، وفي الوقت نفسه تستمر المياه في إغراق الطوابق السفلية من السفينة، ويبدو أن السفينة قد تغرق في أي لحظة. يفكر أوريك بالسرعة ويقرر بناء طوف صغير. يجمع الأكياس الهوائية من السفينة مع باب الحمام المكسور ويربطها معا لإنشاء منصة عائمة، ثم يجمع الطعام والماء والأدوات من السفينة ويضعها على الطوافة، ودون أن ينظر إلى الوراء يترك أوريك السفينة الملعونة خلفه ويبدأ في الانجراف بعيدا عبر البحر. ولكن بعد عدة ساعات من التجديف لاحظ شيئا غريبا جدا. لا تزال السفينة الكبيرة التي تركها خلفه هناك. لم يتمكن من الابتعاد عنها كثيرا، والأغرب من ذلك أن السفينة التي كانت تبدو على وشك الغرق في وقت سابق لا تزال تطفو على سطح المحيط بالشكل المثالي. لا يستطيع أوريك فهمها. مع وجود هذه الكمية الكبيرة من المياه داخل السفينة، كان من المفترض أن تكون السفينة قد غرقت بالفعل. ثم تخطر بباله فكرة أخرى: إذا لم تغرق السفينة فربما يمكن إصلاحها بالفعل. لذلك يعود على مضض إلى السفينة. أولا قام بإصلاح التسريب الذي كانت تدخل منه مياه البحر، ثم يقوم ببناء مضخة مؤقتة باستخدام أنابيب وأدوات من السفينة. ببطء ولكن بالثبات يضخ الماء للخارج. بعد عدة ساعات من العمل الشاق جفت السفينة أخيرا مرة حتى أن أوريك يقوم بإصلاح الأجزاء التالفة الأخرى من السفينة، على أمل أن يعمل كل شيء بشكل طبيعي الآن. بمجرد الانتهاء من العمل يعود إلى الراديو ويطلب المساعدة مرة ولكن أخرى. كما في السابق لا أحد يجيب. يعود أوريك وهو محبط ومرهق إلى غرفة التحكم ويدرس خرائط الملاحة مرة أخرى. يعيد تشغيل المحرك على أمل أن تتحرك السفينة أخيرا، لكن السفينة لا تتحرك على الإطلاق ولا حتى بوصة واحدة، كما لو أن المحيط نفسه قد لصق السفينة في تلك البقعة. يبدأ أوريك بفقدان الأمل، ولكنه لاحظ شيئا ما من بعيد: سفينة أخرى. فجأة تعود شرارة الأمل من جديد، وسرعان ما يمسك طوافه مرة أخرى ويبدأ بالتجديف نحو السفينة البعيدة بأسرع ما يمكن. ولكن بعد ذلك يحدث شيء مرعب. تبدأ السفينة فجأة في التحرك مباشرة نحوه، كما لو أن قوة خفية تدفعها مباشرة نحوه.
يجدف أوريكا أسرع وأسرع محاولا الهرب، لكن السفينة الكبيرة تستمر في اكتساب السرعة. قبل ثوان فقط من الاصطدام، يقفز أوريكي من الطوافة إلى الماء ويبدأ بالسباحة بيأس نحو قارب صغير آخر يراه ينجرف، ولكن عندما وصل أخيرا إلى المكان، اختفى القارب. اختفت تماما. الآن أوريكا متأكد من شيء واحد: هناك شيء شرير مرتبط بتلك السفينة الغامضة، شيء يرفض السماح له بالمغادرة. تصبح مقاومة الماء البارد المتجمد أصعب وأصعب. يبدأ جسده في فقدان قوته مع ازدياد برودة المحيط. تسبح الدلافين بالقرب منه تحته، ولكن حتى هذا المنظر الجميل لا يمكن أن يساعده الآن. أدرك أنه لا يستطيع البقاء على قيد الحياة لفترة أطول في البحر المتجمد، لذا ومع عدم وجود خيار آخر، يسبح أوريكا على مضض عائدا نحو السفينة ذاتها التي كان يحاول الهرب منها. وبحلول الوقت الذي يصعد فيه على متنها مرة أخرى، يكون منهكا ضعيف ومريض. يلف نفسه ببطانية وينهار في إحدى غرف السفينة، وسرعان ما يغوط في نوم عميق. في صباح اليوم التالي، يستيقظ إيريك وهو مصمم على مغادرة السفينة الملعونة مهما ولكن كان. عندما يسير نحو الباب يغرق قلبه. الباب مغلق مرة أخرى. إنه محاصر مرة أخرى. يبدأ إيريك المحبط والمرعوب في البحث في الغرفة عن مخرج آخر، وذلك عندما لاحظ وجود خزانة خشبية صغيرة في الزاوية. عندما يفتحها، يكتشف ممرا ضيقا فوقها، فتحة تهوية قد تؤدي إلى الخارج. ينحشر أوريكي في المساحة الضيقة ويتسلق إلى منطقة التخزين المظلمة والمتربة خلف المساحة ضيقة للغاية. حاول الصعود إلى أعلى عدة مرات، لكنه في كل مرة ينزلق ويسقط مرة أخرى إلى أسفل، مما يؤدي إلى إصابة ظهره وذراعيه وساقيه، ومع ذلك يرفض الاستسلام. بعد عدة محاولات مؤلمة، تمكن أوريكي أخيرا من الوصول إلى نافذة، وباستخدام كل ما لديه من قوة يقوم بدفعها، لكنها ترفض التحرك. يبدو الأمر كما لو أن شخصا ما قد أغلقه عمدا من الخارج، وفي الوقت نفسه يبدأ الهواء داخل المكان الضيق بالنفاذ. يصبح التنفس أصعب وأصعب مع عدم وجود طريق للعودة إلى الوراء ولا طريق للمضي قدما. يبدأ أوريكي في الاعتقاد بأن هذا المكان قد يكون المكان الذي يموت فيه، ولكن بعد ذلك يعود صوت النقر الغامض مرة أخرى، وفجأة تنفتح نافذة التهوية من تلقاء نفسها. أوريكا لا يتردد، يفتحه بالقوة ويخرج إلى الخارج. يملأ الهواء النقي رئتيه، ولأول مرة منذ ساعات يشعر بالراحة. من أعلى السفينة ينظر عبر المحيط. تقترب السفينة الآن ببطء من جزيرة صغيرة مهجورة. شرارة صغيرة من الأمل تعود إلى عقله. ربما تكون هذه فرصته للهروب أخيرا. بمجرد أن تصل السفينة إلى الشاطئ، يقفز أوريكا منها ويقفز إلى الجزيرة. يبدأ على الفور في البحث في المنطقة، مقتنعا بأن هناك شخص ما يختبئ هناك، شخص ما مسؤول عن كل ما حدث. ولكن بعد استكشاف الجزيرة بأكملها، لم يجد شيئا. لا أكواخ ولا آثار أقدام ولا نار. لا توجد أي علامة على وجود أي إنسان عاش هناك من قبل. الجزيرة فارغة تماما. مشى أوريكا مرتبكا وخائفا عائدا نحو الشاطئ، وذلك عندما يرى شيئا مزعجا. السفينة الغامضة التي أحضرته إلى هناك تبتعد بالفعل عبر البحر، وتبحر بصمت وكأنها تبحث عن ضحية. في تلك اللحظة أصبح أوريكا متأكدا من أن السفينة لا يتحكم بها أشخاص. هناك شيء مظلم وخارق للطبيعة يسيطر عليه. مصمما على النجاة، يصعد أوريكا إلى أعلى نقطة في الجزيرة، ومن هناك يرصد جزيرة أخرى بعيدة جدا في المسافة. ولكن بينما كان يمشي حول الجزيرة، توقف تنفسه فجأة. لقد وصل إلى مكان مألوف، المكان المحدد الذي بدأ منه كل شيء. نفس الخط الساحلي ونفس البيئة المحيطة. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن قارب الصيد الصغير الخاص به لا يزال مربوطا هناك تماما كما تركه. حتى الناس في الجوار يمارسون أعمالهم بشكل عرضي وكأن شيئا غريبا لم يحدث. يقف أوريكي هناك في عدم تصديق. كل ما اختبره، السفينة المسكونة، والغرف المغلقة، والقوة الخفية، ولحظات الاقتراب من الموت، والجزيرة، هل كانت حقيقية؟ أم أنه كان نوعا من الوهم المرعب؟ لكن إصاباته وإرهاقه وكل ما مر به أثبت أنه لم يكن مجرد حلم. وهو ما يترك لنا سؤالا أخيرا: كيف عاد قاربه إلى هنا؟ وما هو السر الحقيقي وراء تلك السفينة الغامضة؟